اهلا بكم تالتة اعدادي. النهارده ان شاء الله هنحل مع بعض محافظة المنوفية. نمبر 1 write the scientific term for each of the following. نمبر 1 بيقول لي a catalyst that found inside the sweet potato and increase the rate of decomposition of hydrogen peroxide. احنا خدنا في المنهج ان الهيدروجين بيروكسيد ممكن ان انا اعمل له decomposition او بيتكسر لحاجتين، الاكسجين ومين تاني والووتر. عندك طريقتين علشان تزود الديكومبوزيشن ده، يا اما تستخدم الكاتاليست الموجود في السويت بوتيتو او تستخدم المنجنيز دايوكسيد اللي هو الام ان او 2. هنا بيسالك على الكاتاليست او الانزيم الموجود في السويت بوتيتو، طبعا هيكون الاكسيديز انزيم. يبقى الإجابة زي ما قلنا الأكسيديز enzyme. Number 2 the process which takes place for reducing agent during the chemical reaction. ابتدي افتكر انا خدت 2 بروسيس في المنهج بتاعي السنة دي، واحدة كان اسمها الاكسيديشن والتانية كان اسمها الريدكشن. ومن خلال المذاكرة بتاعتنا عرفنا ان دايما الريديوسنج ايجنت بيحصل له اوكسيديشن، طب والاكسدايزنج ايجنت بيحصل له ريدكشن. هنا بيسالني على البروسيس اللي هتحصل للريديوسنج ايجنت، يبقى اعكس على طول الاسم، يبقى ديت هتكون الاكسيديشن بروسيس. رقم 3 the cell that the hormone of endocrine gland affect and they are almost located away from the endocrine gland and secrete hormone. برضو نفتكر المعلومة، أنا كان عندي الهرمونز كانت secreted من الاندوكراين جلاندز أو الدكتليز جلاندز وبتمشي على طول في البلاد ستريم. هو بيسألك على السيلز اللي بتعتبر الهرمون رايحة لها، دي كان اسمها إيه بالظبط كده؟ دي كان اسمها التارجت سيلز. رقم 4 the organ which responsible for the storage of sugar glucose inside the human body. يا ترى اسم الأورجن اللي بيبتدي يخزن الإكسس جلوكوز جوه الجسم بتاعنا؟ تعالى نفتكر كده، احنا قلنا ان البنكرياس بتاعنا بيفرز 2 هرمون، واحد اسمه الجلوكاجون والتاني اسمه الانسولين. الانسولين بيعمل ايه؟ بيقلل لي نسبة البلاد شوجر اللي هو الجلوكوز جوه الدم، اما الجلوكاجون دوت بيحصل زي ما نكون مثلا صايمين، بيرفع لي نسبة الجلوكوز في الدم. طب لو انا اكلت ميل مثلا ومليانه بالاكسس جلوكوز، يا ترى هيروح فين؟ هيحصل له ستورنج جوه بالظبط كده، وده اللي بيسالنا عليه، هي جوه الليفر. يبقى الاورجن ريسبونسبل فور ذا ستورج اوف جلوكوز شوجر ان ذا بلاد، تمام سوري ان ذا هيومن بودي، طبعا هيكون الليفر. الأسئلة اللي بعد كده تشوز. نمبر 1 according to Ohm's law at constant temperature when the potential difference increases to double the electric resistance يحصل لها ايه؟ من الأسئلة المشهورة واللي لازم أخلي بالي منها قوي، وبيكون tricky questions. تمام، لو عندك الريزيستنس هي اللي اتغيرت، بناء عليه البوتنشال ديفرنس والالكتريك كارنت انتنسيتي بيتغيروا. ازاي العلاقه بينهم بتكون انفرس؟ امتى؟ لو انا بقى ابتديت السؤال بان انا غيرت لك الريزيستنس، لكن لو ابتدى الجمله بتاعتك او السؤال ويقول لك ان البوتنشال ديفرنس او الالكتريك كارنت انتنسيتي انكريز اور ديكريز ويسالك على الريزيستنس يا ولاد doesn't change. تاني، لان الريزيستنس بتكون هي عباره عن ريشيو بتوين الفي والاي، دايما الريشيو ديت ثابته. طب امتى يتغيروا لو الار هي اللي اتغيرت. يبقى وانس ان انا غيرت الار يتغير البي سوري الفي اللي هو البوتنشال ديفرنس، ويتغير كمان الالكتريك كارنت انتنسيتي اللي هي الاي. لكن لو هما اللي اتغيروا الاول الار ما بتتغيرش، يبقى انا هختار doesn't change. السؤال رقم 2 the work done to transfer quantity of electric charge 10 كولوم. يبقى انا كده عندي الكيو بتساوي 10 كولوم، اخلي بالي كويس قوي وانا بحل المساله واكون مركز. تمام، 10 كولوم through a conductor when the potential difference equal 20 فولت. يبقى هنا البوتنشال ديفرنس ب 20. عايز منك مين؟ عايز منك الورك. طبعا انا عارف القانون بتاعي ان كان عندي ان الورك بتساوي الفي تايم الكيو، تعويض مباشر جدا جدا. انا عندي الفي بتساوي 20 تايم ال 10، يبقى هتطلع كام؟ 200. وما ننساش طبعا ايه 200 جول. يبقى الاجابه عندي هتكون سي. اهم حاجه قبل ما اختار اكتب القانون بتاعي واعوض صح واختار الاجابه الصح. السؤال اللي بعد كده if the percentage of the appearance of the flower color resulting from pollination between two bee plants كانت 50% red وال50 التانية كانت عبارة عن white flowers. so عايز بقى يسألك على الجينوتايب بتاع البيرنتس، يا ترى كان عبارة عن ايه؟ لما بتطلع لي الريشيو 1 to 1 او 50-50 لازم اكون عارف الكيس ديت، لازم واحد من البيرنت يكون هايبريد والتاني بيكون وايت. طب لو انا قاعد في اللجنة ومش فاكر الحاجات ديت كلها ايه، ممكن تيجي تجرب لو الاتنين بيور. طبعا لو الاتنين بيور ريد استحالة هيكملوا او هيطلعوا واحد وايت. تمام. طيب ميس رقم التشويس اللي بعد كده، لو واحد منهم بيور ريد والتاني وايت، طبعا لو واحد بيور ريد والتاني وايت كان هيطلع لنا مين بالظبط كده؟ كان هيطلع لك 100%
ريد، لكن ولو التو بيرنتس هايبريد ريد كانت الريشيو هتبقى 3:1. الكيس الوحيده اللي هتدي لك 50-50 ان انا اكون واحد من البيرنت هايبريد والتاني بيكون وايت، يبقى انا هختار لتر سي. طيب ميس عايز اتاكد، تعالى نعملها سوا. اول حاجه كده انا رسمت كل المساله ار كابيتال ار سمول مع ار سمول ار سمول. ار كابيتال ار سمول ده هايبريد ريتم، وار سمول ار سمول ده طبعا بيور وايت. بعد كده عملت الجميتس وعملت لها سيبريشن او سيجريجيشن، وبعد كده طلعت مع بعض الانديفيدوالز ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول، الاثنين دول هيكونوا هايبريد ريت. وبعد كده الاثنين التانيين ار سمول ار سمول ار سمول ار سمول، يبقى الاثنين وايت، يبقى النسبه هنا 50-50 او 1:1. السؤال اللي بعد كده بيقول لي if two hybrid individuals of bee plant with tool stem trait are crossed with each other. بيقول لك 160 individuals produced due to the crossing. عايز number of hybrid individual among the offspring individual قد ايه. طبعا ما بختارش ارقام كده وخلاص، لازم ابتدي ان انا افرض الفرض بتاعي. طيب يطلعوا 160 يطلعوا 200، هي نفس الكلام، منطبقه على الفور individuals اللي انت بتشتغل بيهم على طول. طب انا عندي الاثنين بيكونوا هايبريد والاثنين تول ستيم، يبقى انا لو فرضت ان الانديفيدوال بتاعي تي كابيتال تي سمول، ده كده البيرنت الاول، والتاني هيكون تي كابيتال تي سمول. طيب بعد كده بالنسبه للجميتس طبعا هتكون واحده تي كابيتال والتانيه تي سمول، وبعد كده في عندك هنا تي كابيتال واحده تي سمول. نبتدي نعمل كروسنج مع بعض، الاولاني مع الاولاني هيدي لك تي كابيتال تي كابيتال، ده طبعا بيور وبيكون طول. التاني هيكون تي كابيتال تي سمول، ده هايبريد بس برضو بيكون طول. تمام. بعد كده في عندك تي كابيتال تي سمول، برضو هيكون هايبريد طول. تمام. بعد كده في عندك اخر واحد خالص التي سمول، تي سمول ده هيطلع شورت. طب يا ترى النسبه بتاعتي هتكون قد ايه؟ انا كده طلع لي 3 طول لواحد عندي هيكون شورت. هو عايز يسال على النمبر اوف هايبريد انديفيدوال. ابتدي افكر فين الهايبريد اللي هنا، هل ده هايبريد؟ لا ده كده بيور. طب ميس هل ده هايبريد تي سمول تي سمول؟ لا ده برضو بيور. مين عندك الهايبريد؟ التي كابيتال والتي سمول والتي كابيتال تي سمول. طب نسبتهم قد ايه من الانديفيدوالز دول؟ نسبتهم من الانديفيدوال بنسبه 50%، لان كل فرد من دول بيعبر عن 25%. طب هو التوتال كله 160. تمام 160. تمام كده في 2 منهم هايبريد، والاتنين دول يعني النص بالظبط. طيب نص ال 160 قد ايه؟ هنعمل 160 ديفايدد ال2 هتطلع لك كام؟ هتطلع لك 80. نقول لك كمان مره بسرعه، انا عندي 2 هايبريد عملت لهم كروسنج مع بعض. تمام اديني 160 انديفيدوال، قلت لك مالكش دعوه بالرقم اللي هو اداهولك نهائي، زي ما يطلع دول برضو نسبه الايه الفور انديفيدوالز اللي بيطلعوا لك عادي. طيب بعد كده انا عملت الرسمه بتاعتي، طلعت البيرنت والجميت والاوف سبرينج، طلع لي تي كابيتال تي كابيتال ده عباره عن بيور طول. طيب تي كابيتال تي سمول وتي كابيتال تي سمول الاثنين دول بيكونوا هايبريد. تمام. طيب وبعد كده التي سمول تي سمول ده برده بس بيور، بيكون ريسيسيف، بيكون قصير. هو عايز نسبه الهايبريد قد ايه؟ انا عندي بالظبط كده كل انديفيدوال من دول ب 25. طب ده 25 وده 25 25 25. طب ميس انا طلع لي 2 انديفيدوال نسبتهم كانت كام؟ كل واحد ب 25 يعني 2 ب 50%. 50% يعني نص العدد اللي طلع لك. تمام. طب انا التوتال عندي 160 وانا عندي 50% طلعوا من عندي هايبريد، فانا هعمل 160 ديفايدد 2 هيطلع لي قد ايه؟ هيطلع لي 80 individuals هيكونوا هايبريد. السؤال اللي بعده choose the correct answer on adding sodium hydroxide solution to copper sulfate solution it produce blue PBT. By separating and heating this precipitate it decompose thermally into compound A and water vapor evolved. عايز يعرف اسم السبستانس ايه، عبارة عن ايه. هنمشي مع بعض خطوة خطوة ونبتدي نعمل اول equation عندنا. لو حطينا الصوديوم هيدروكسيد مع الكبر سلفيت سوليوشن، تعالى نفتكر مع بعض الايكويشن كانت عباره عن NaOH بلس CuSO4 تديني Na2SO4 اللي هو الصوديوم سلفيت بلس الكبر هيدروكسيد CuOH2. بص عليها كده بصه وشوف هي بالانسد ولا لا. كانت محتاجه ان انا احط 2 من الصوديوم هيدروكسيد بلس الكبر سلفيت CuSO4 وده بيكون بلو سوليوشن، يعني زي محلول لونه ازرق. لو اتحطوا الاثنين دول مع بعض بيدي لك صوديوم سلفيت، والصوديوم سلفيت هنا بتكون كلرليس يعني ملهاش اي الوان، بلس كبر هيدروكسيد بيتكون وبيكون ده بلو PBT.
راسب لونه ازرق، ده طبعا ده هيكون الكومباوند مين؟ ده الكومباوند ايه اللي عندنا. تمام. طب ميس بعد كده بيقول لي ان الكبر هيدروكسيد ده او البلوك بي سوري بقى باي سيبريتنج ات، وهبتدي ان انا اسخنه الديكومبوز ثيرمالي انتو كومباوند ايه. فين الكومباوند ايه اللي هو بيكلمني عليه او بيفكرك بيه؟ ان انت بعد ما سخنت البلو بي ده اللي هو الكبر هيدروكسيد، تمام، هيبتدي يطلع لك كومباوند اسمه ايه؟ ده اللي هو طبعا اكيد الكبر اوكسيد البلاك سبستانس، وهيطلع لك الووتر فيبر. فهو بيسالك يا ترى الايه ده هو عباره عن ايه؟ يبقى الايه ده من خلال الايكويشنز اللي احنا عملناهم هيكون الكبر اوكسيد اللي هو عباره عن السي يو او، ديت بتكون بلاك سبستانس. السؤال اللي بعد كده correct the underline sodium nitrate decompose by heat into nitrogen gas by heating، تمام، and nitrogen gas evolved. قبل ما احل السؤال ده لازم افتكر الايكويشن. تعالى نفتكر سوا. الصوديوم نيتريت كانت عبارة عن 2Na NO3. لو عملت لها ديكومبوزيشن بالهيتنج يبقى انا لازم احط على السهم الترينجل، هيديني 2Na NO2 ده صوديوم نيترايت بلس الاكسجين جاز ايفولفد. تمام. بص عليا كده كويس، الصوديوم نيتريت كان عباره عن ايه او اللون بتاعها ايه؟ كانت عباره عن يلوش وايت، تمام، ولا وايت؟ افتكر كده. بعد كده كنت بفكرك بالصوديوم نيتريت لونها ايه والصوديوم نيترايت لونها ايه. الصوديوم نيتريت بتكون وايت كلر، دي لونها بيكون ابيض، اما الصوديوم نيترايت كان لونها يلوش وايت بي او يلوش وايت كلر. تمام. طب هو بيسالني هنا يا ترى مين اللي هيطلع؟ الجاز اللي هيطلع طبعا من الايكويشن، طبعا مش النيتروجين اللي بيطلع، ده بيطلع مين؟ بيطلع الايه؟ الاكسجين. السؤال الثاني بيقول لي aluminium react with diluted hydrochloric acid after a period of time due to the presence of dot layer. احنا قلنا مع بعض الراجل ده او الالومنيوم بياخد وقت طويل عقبال ما يتفاعل مع الاسيد، لان الالومنيوم واحد من الاكتيف ميتالز وبيعمل رياكشن مع الاكسجين وبيكون متغطي بلاير من، صح كده، من الالومنيوم اوكسيد مش الالومنيوم كلورايد. يبقى لا، هو الطبقه اللي عليه بتكون الومنيوم اوكسيد، وده اللي بيخلي الزنك على الرغم ان هو بيجي بعد الالومنيوم في الكيميكال اكتيفيتي سيريز ولكن بيتفاعل اسرع. السؤال اللي بعده بيقول لي the maximum safe dose of nuclear radiation for the public، لازم الناس العاديه، تمام، ما تزيدش النسبه عن 30 سيفير بير يير. اخلي بالي لازم الرقمين دول اكون حافظهم قوي. لو انا راديولوجيست يعني بتعامل مع الراديشن كان ليا قد ايه؟ 20 ملي سيفير بير يير، لكن لو انا بابليك ما بتزيدش عن 1 ملي سيفير بير يير. خلي بالي كويس قوي من الدوزز ديت او الجرعات ديت. The measuring unit ohm ampere square time second is the measuring unit of electric potential difference. يا ترى ده صح ولا غلط؟ هو اكيد طبعا غلط. تعال نشوف الاوم دوت امبير باور 2 دوت السكند او تايم السكند ديت عباره عن الميجرنج يونت بتاعت ايه. بصوا كده انا فردتها اوم، هو بيقول لي امبير باور 2 فانا عملت اوم تايم امبير تايم سكند. طيب انا بص كده مع بعض، هل عندي الاوم تايم الامبير كان بيديني ايه بالظبط؟ الاوم تايم الامبير ديت كان بيديني الايه؟ افتكر كده معايا، اوم تايم امبير ديت كان بتديني الفولت، تمام. يبقى دول كده مع بعض كده الاتنين دول كده فولت. طب ميس امبير تايم سكند كان بيديني ايه؟ صح كده، كان بيديلك الكولوم، تمام. يبقى انا كده اوريدي عرفتها، اوم تايم امبير وهنا امبير تايم سكند، يبقى انا كده فردتها. يبقى فولت تايم كولوم هيديك مين؟ هيديك طبعا ده الجول. فهو بيسالك على الميجرنج يونت، هل دي الجول دي الميجرنج يونت بتاعت البوتنشال ديفرنس؟ لا، دي الميجرنج يونت بتاعت مين بالظبط كده؟ بتاعت الورك ايه؟ الورك دان. يبقى انا هكتب هنا ديت عباره عن الميجرنج يونت بتاعت الورك دان. يبقى ما تخضش من اي حاجه تجيلي زي كده، افرد اليونتس اللي قدامي وابتدي اعرف العلاقات بينهم. السؤال اللي بعده بيقول لي choose the correct answer for each of the following، وعايزني اكمل بمور than less than او equal to. the time required for a piece of iron، خلي بالك piece of iron، تمام. طيب قد ايه الحجم بتاعها؟ 5 كيوبيك سنتيمتر رياكت مع diluted hydrochloric acid الدوت time required for the same volume of concentrated hydrochloric acid. طيب يعني نفس الحاجه ديت او نفس البيس اوف ايرن هتتفاعل بس مره مع الدايليوتد ومره مع الكونسنتريتد. ابتدي افكر الكونسنتريتد بتاعت او الكونسنتريشن بتاعت الرياكتنت دي واحده من الفاكتور اللي كانت بتسرع ايه؟ بتسرع التفاعل، يعني انا هاخد شورت تايم. طب ميس لو كان دايليوتد؟ لا، هياخد وقت اطول. يبقى بالتاكيد لو انا بتعامل مع دايليوتد هيدروكلوريك اسيد وكونسنتريتد، لا الدايليوتد ياخد وقت اطول،
تمام. اما الكونسنتريتد ياخد وقت اقل، يبقى انا هختار مور ذان. السؤال اللي بعده in the reaction of sodium with chlorine the number of electron lost from the sodium atom is dot the number of electron gained by the electron atom. تمام، او كلورين اتوم. لازم يا ولاد في الاكسديشن والريدكشن عدد الالكترونز الجيند قد عدد الالكترونز اللوست، يعني ما ينفعش واحد يكون اكتر من التاني. علشان كده احنا بنعمل لهم بالانس، لازم عدد الالكترونز اللوست يكون قدامها على طول نفس الاليمنت ياخد ايه، ياخد عدد الالكترون ديت ويعمل لها جين، يبقى لازم الاثنين يكونوا equal to. تمام، يبقى انا هختار هنا كلمه ايه equal to. السؤال اللي بعده in the electric current intensity passing through the conductor whose length 1 ملي، تمام، او 1 متر. electric current intensity passing through 2 meter of the same conductor of constant electric potential difference in temperature. نخلي بالنا كويس قوي، انا عندي electric current intensity معديه في كوندكتور الطول بتاعه 1 متر، والتاني هيعدي في كوندكتور طوله 2 متر. ابتدي افتكر هو مين اللي كان بيأثر او بيتأثر باللينث بتاعت الكوندكتور او الدايمنشنز، كانت الالكتريك ريزيستنس، صح كده؟ طب ايه العلاقه بين الالكتريك ريزيستنس والالكتريك كارنت انتنسيتي؟ العلاقه كانت انفرس، كل ما تزود لي الار كل ما الاي عندي تقل، والعكس لو الار عندك قلت الاي تبتدي تزيد. طب مين اللي بيزود الار ويقللها او يزودها؟ كان عندك اللينث اوف ذا واير، كل ما زودت اللينث بتاع الواير كل ما ار زادت كل ما الاي قلت، والعكس لو قللت اللينث اوف ذا واير هنزود عندنا، لو قللت اللينس هنقلل الار وبالتالي الاي هتزيد. طب هنا يميس الطول بتاعه 1 مللي، تمام، وهنا ال 2 مللي، مين الار عنده اعلى؟ ميس هنا الار هنا قليله يبقى الاي تزيد. طب ميس انت زودت الطول يبقى هنا الار تزيد والاي هنا مالها؟ الاي هنا تقل. بناء على المعلومه ديت طبعا كده انت اكيد عرفت الاجابه، هتبقى الاجابه هتختار مين؟ هل يا ترى مور ذان ولا ايكوال تو ولا مور ذان ولا ليس ذان؟ ميس في الحاله ديت انا هبتدي اختار مين على طول؟ نسمع كده، مور ذان ولا ايكوال تو ولا ليس ذان؟ من الاسهم اللي انا عاملاها ان الاي هنا زياده الاي هنا قليله يبقى مور ذان. السؤال رقم 4 التوتال الكتروموتيف فورس او التوتال اي ام اف لفور الكتريك سيلز كونكتد ان بارل، تمام، قد ايه من الالكتريك موتيف فورس لسيم نمبر اوف سيلز which are connected in series. ابتدي افكرك كده في البارل، الاي للباتري لو انت حطيت مليون واحده كلهم بارل، الاي للباتري بتساوي الاي 1 اكنك بتتعامل مع واحده بس. اما الاي للسيريس كنا بتعمل ايه؟ النمبر بتاعهم تايم الاي 1، يعني كل ما بتزود عدد السيلز كل ما بتزيد الاي ام اف. يبقى في الحاله دي مثل لو انت بارل، لا طبعا بارل هيكون العدد هيكون اقل من ان انا اكون سيريس. السؤال اللي بعده the opposite figure show the level of hormone secreted by thyroid gland. ابتدي افكرك مين الثيرويد جلاند كانت بتفرز مين. الثيرويد جلاند كانت بتفرز لنا 2 هرمون، واحد اسمه الثيروكسين وده اللي كان مسؤول عن الليبريشن اوف انرجي فروم ذا فود او مسؤول عن الفود اسيميليشن، والتاني كان اسمه الكالسيتونين ده كان بيعمل ايه؟ كنترول للكالسيوم ليفل من اسمه الكالسيوم ليفل ان ذا بلاد. طيب الليفل ده او الليفل اوف هرمون secreted by thyroid gland in the blood what is the disease result from reaching the level of secretion of hormone at point X. اخلي بالي انا هنا طبعا انا ما اتكلمناش في المنهج خالص عن الكالسيتونين غير بس الفانكشن، طيب لو زاد او قل انكريز او ديكريز ما اتكلمناش عنه، يبقى انا هستبعد ده من دماغي خالص، تمام. يبقى انا هتكلم على مين؟ هتكلم على الثيروكسين. الثيروكسين كان ليه 2 كيسز، لو انت زودته كان بيعمل اكزوثالميك جويتر ولو قل كان بيعمل سيمبل جويتر. طب ابتدي ابص ادي النورمال ليفل يمس، النورمال ليفل اهو، هل هو طلع يعني زاد انكريزنج ولا قل؟ لا، من الشكل طبعا ان بوينت اكس ديت انا نزلت بيه يبقى دوت على طول هيحصل ديكريزنج في السكريشن، يبقى دوت اسمه سيمبل، اسم المرض طبعا هيكون ايه؟ السيمبل جويتر، تمام، ودوت نتيجه اللاك اوف ايودين element in the food، تمام. السؤال اللي بعده choose from column B اللي suitable للكولوم A. عندك اكسجين اميتر كربون دايوكسيد وعندك فولت. تعالوا نشوف مع بعض اول واحده، هل الاكسجين تمشي معايا مع بعض في ايه؟ طب بص كده كويس، نمبر 1 الاكسجين مس اللي تمشي معايا resulting from النيتروجين بنتا اوكسيد، تمام، يبقى انا هختار لها ايه؟ افكرك كده بالايكويجن، الايكويجن بتقول 2 من النيتروجين بنتا اوكسيد 2 او 2 N2O5 هيديني 4 NO2 اللي هو عباره عن النيتروجين داي اوكسيد بلس اكسجين جاز ايفولفد. بعد كده الاميتر ده واحد من الديفايسز اللي طبعا كانت بتقيس لي مين؟ الالكتريك كارنت انتنسيتي
in the main in the circuit وكان بتوصل series connection. يبقى رقم 2 هختار لها مين؟ هختار لها دي زي ما فكرتك، ده كان بيقيس لي الاي او الالكتريك كارنت انتنسيتي. الكربون دايوكسيد جاز CO2 انا دلوقتي هبتدي اعرف عليه من اي واحده A ولا B ولا C ولا D. تعال نشوف كده الاختيارات. طبعا بالظبط هيكون خارج من resulting from addition of diluted hydrochloric acid to sodium كربونيت. وقلنا بنعرف ازاي ان الكربون دايوكسيد خرج، انه بيعمل تربيديتي للكلير لاين موتور. وهفكرك دلوقتي بالايكويجن. الايكويجن بتقول ان Na2CO3 ده طبعا الصوديوم كربونيت بلس 2 من ال HCl الاثنين من الهيدروكلوريك اسيد، ولازم اكتب على السهم diluted يعني مخفف، هيديني 2 NaCl صوديوم كلورايد بلس H2O الووتر بلس الكربون دايوكسيد جاز ايفولفد، وقلت لك بيعمل تربيديتي للكلير لاين موتور. اخر سؤال عندنا في التشوز بيقول لك على الفولت. طبعا الفولت دوت عباره عن مين؟ الميجرنج يونت بتاعه البوتنشال ديفرنس، وهو عباره عن ايكويفالنت للجول ديفايدد مين؟ الكولوم. يبقى اختار لها اف. السؤال اللي بعده بيقول لي كروس ذا اود وورد صوديوم نيتريت صوديوم كلورايد كبر سلفيت ان كبر هيدروكسيد سوليد. اختار مين؟ طبعا اللي هيطلع بره عني هيبقى الصوديوم كلورايد سوليد. طب ليه يا ميس؟ علشان كلهم بيكونوا سولت ديكومبوز باي هيت. يعني انت لو حطيت الصوديوم نيتريت هيدي لك صوديوم نيترايت واكسجين، لو حطيت كبر سلفيت هيدي لك كبر اوكسيد بلس سلفر تراي اوكسيد، لو سخنت الكبر هيدروكسيد كان بيديني الكبر اوكسيد والووتر فيبر ايفولفد، ما عدا الصوديوم كلورايد لان ما بيحصلوش ديكومبوزيشن باي هيت. السؤال رقم 2 مديلك ان ايه الصوديوم، سيو الكبر، بلاتينم البي تي، وعندك الاي جي. مين اختاره؟ طبعا اكيد اللي هيطلع بره عندنا هيبقى الصوديوم لانهم بيكونوا less active metals come after الهيدروجين in CES. يبقى انا دلوقتي حتى جاوبت لك ان هو ليه انت خرجته بره، يبقى انا هطلع الصوديوم لانهم كلهم عباره عن less active metals come after الهيدروجين in CES. بعد كده مديلك مجموعه من الجينوتايب تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار سمول، تي كابيتال تي كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول، فيما عدا واحد كله بيكون ريسيسيف. طبعا هيكونوا كلهم شايلين الدومينانت جين او الدومينانت تريت، ما عدا مين؟ ما عدا التي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول هيكون individual وبيكون بيور وبيكون ريسيسيف. السؤال اللي بعده كروموسوم دي ان ايه وبروتين و HCl. طبعا انا عارف ان الكروموسوم كيميكالي بيتكون من دي ان ايه، تمام، بيكون coiled around kind of protein. يبقى اللي هيطلع عندي مين؟ ال HCl، وهقول ان دوت عباره عن الكيميكال ستراكشر اوف الكروموسوم. calculate the electric current intensity at the potential difference equal كام؟ 35 فولت. ببساطة خالص أنا هنا مديني جراف between ال V اللي هي البوتنشال difference ومديلك between ال A ال I. طب هو عايز يحسب ال electric current intensity لما بتكون البوتنشال difference عندك ب 35 فولت. اول حاجه لازم اطلعها لازم اجيب الار بتاعتي، واحنا قلنا ان الار بتكون ثابته، فانا ابتدي ان انا اشتغل بيها في اي بورت من المساله. طيب انا عندي سنس ان الار بتساوي الفي ديفايدد الاي، وعندي من الرسمه هنا ان ممكن اختار اي قيمتين انا عايز اشتغل بيهم، تمام. يعني سي مثلا ممكن اختار ال20 والفور او اشتغل بال10 والاتنين زي ما انت عايز. طب مس هي 10 على 2 هي بتساوي 20 على 4، تمام. يبقى هتطلع لك دايما الار بقد ايه؟ ب 5 اوم. طيب هو عايز لما يكون البوتنشال ديفرنس 35 فولت هل تنفع تجيب الاي؟ طبعا الاي بتساوي الفي ديفايدد الار، وبما ان الفي انت بتقول لي ب 35 والار انا مطلعها ب 5 يبقى هيطلع لي الاي بقد ايه؟ هيطلع لي ب 7 امبير. السؤال اللي بعد كده بتراي تو رونج the positive catalyst increase the energy needed to start the reaction. لا طبعا ده الكاتاليست بيقلل لي الانرجي اللي انا المطلوبه ان انا اعمل ستارت للايه للرياكشن، يبقى الاجابه طبعا هتكون غلط. In the reaction between magnesium and copper sulfate solution magnesium is considered as a reducing agent. ابتدي افتكر مس طبعا كان الصوديوم سوري عندي المغنيسيوم ده كان واحد من الميتالز، ودايما الميتالز في اي رياكشن غالبا بتكون reducing agent، تمام، وهعملها صح. The presence of cheek dimples is from dominant trait. أكيد طبعا دي واحدة من dominant trait في ال human beings، ما عدا ال absence of freckles طبعا والcolored eye دول كانوا والstraight hair كانوا من الريسيسيف. On meeting male and female the genotype of each of them B capital B small the ratio of resulting offspring اللي عندهم ال B capital B capital
تمام بتكون 1 to 2. عشان احل المساله ديت واعرف فعلا ريشيو صح ولا غلط ابتدي بسرعه كده نحل المساله. طب انا هعمل بي كابيتال مع بي سمول، بي كابيتال بي سمول هيديني طبعا بي كابيتال هنا بي سمول هنا، اي دي بي كابيتال واي دي بي سمول. ابتدي اشوف بي كابيتال بي كابيتال بي كابيتال بي سمول، بعد كده هيديني بي كابيتال بي سمول والاتنين هيكونوا سمول. هو بيسألك على مين؟ على البي كابيتال بي كابيتال، يا ترى نسبتها قد ايه؟ طيب البي كابيتال بي كابيتال دي طالعه لي في واحده بس صح كده؟ يعني هتكون عندي بنسبه 25%. طب ميس هل ده هيعتبر 1 to 2؟ لا ده هيكون كام؟ 1 to 3. هي طالعه هي واحده بس تمام، والتانيين اللي بعد كده عباره عن كام؟ 3. يبقى انا هعملها ديت هتكون غلط تمام، لان ميس هي 1 to كام؟ to 3. السؤال اللي بعده the speed of the chemical reaction increase by increasing the temperature due to increasing the number of، طبعا لازم اكون حافظها increasing the number of collision between the reactant molecule، يبقى the number of collisions. السؤال اللي بعده in the following reaction 2Br negative 1، خلي بالك هو شايل هنا واحدة نيجاتيف بس تمام، بقى Br 2 ومعاه 2 الكترون، يعني البي ار هنا بقت الريشيو بتاعته او عدد الالكترونز اللي فوقيه بقت كام، او التشارج بتاعته بقت بزيرو. عايز يعرف يا ترى البرومايد ايون حصل له ايه. طيب طريقه سهله قوي عشان اعرف ده اوكسيديشن ولا ريدكشن، بص على التشارج، لو التشارج زادت يبقى اوكسيديشن، لو التشارج قلت يبقى ريدكشن. تعالى بص كده معايا، هي كانت نيجاتيف تمام بقت زيرو، يعني التشارج ديت زادت ولا قلت؟ ابتدي افكر ميس ده انا كنت تحت خالص، ده انا كنت بالنيجاتيف ابتديت ازيد بقيت زيرو، يبقى انا على طول حصل لي اوكسيديشن. طب ميس لو ما ظبطتش معايا موضوع التشارج، بس ديت بتظبط دايما ان لو زادت التشارج عندك يبقى ديت عمليه اوكسيديشن. طب زي ما انت شايف من الايكويشن هو عمل لوزنج الاثنين الكترون، وطبعا اللوزنج الكترون بتكون اوكسيديشن. السؤال اللي بعده the change in the chemical composition of hemoglobin of the blood is due to the effect of مين؟ طبعا انا كان عندي 3 افكت، فيزيكال وجيناتيك وسيلولر. لو هنغير في تركيب الهيموجلوبين ومش هنخليه عنده الابيليتي تو كاري اوكسجين يبقى ديت واحده من السيلولر افكت. السؤال اللي بعد كده بيقول لك if the time needed to pass amount of electric charge 25 coulomb through a conductor والcurrent intensity بتاعك 5 امبير، يا ترى هيكون بيساوي ايه؟ طبعا التي بتساوي، تعال نشوف كده، التي كان بيساوي مين؟ كان بيساوي الكيو على مين؟ على الاي، تعويض مباشر خالص، يبقى 25 over ال 5 هتطلع لك قد ايه؟ هتطلع لك ب 5 seconds. السؤال اللي بعده بيقول لك if the genetic structure of one individual among the offspring A small what are the probable genetic structure of the two parent individual. يعني بيقول لك كده انت ممكن تجيب ال A small ده من اي people او اي parent عندك. طبعا عندك اكتر من كيس، لو انا عندي الاتنين بيكونوا هايبريد يعني A capital A small مع A capital A small هيديني هايبريد. طب ميس لو A capital A small مع A small هيديني هايبريد. طيب لو A small مع A small برضو هيديني مين؟ هيديني ريسيسيف. يبقى لو اتنين هايبريد هيديني بيور individual A small. لو واحد فيهم هايبريد والتاني بيور برضو هيطلع لي A small. واخر كيس خالص لو اللي كلهم بيكونوا ريسيسيف برضو هيطلع لي A small. اشوفكم على خير في فيديو جديد.